مرحبا رعدة، سعيدين بانضمامك لمدرستنا. والله أنا أسعد، فرحانة مرة إني بصير أستاذة في مدرستكم. طبعا معروف إن مدرستكم سمعتها تحت الطين، وهذا الشيء حمسني أشتغل فيها عشان أغيرها للأفضل. مين اللي قال؟ مدرستنا أحسن مدرسة في بروكهافن، واللي قاعدين يشوهون سمعتنا هذول ناس حاقدة. ما شاء الله، وش ذي الأجواء الرهيبة؟ شموع وورود وإضاءات، شو السالفة أستاذة غصون؟ أنا إنسانة حساسة وأحب الحب. رسالتي القادمة هي إني أنشر الحب في العالم. أبغى الناس كلها تحب بعض، أبغاهم يحبون الطبيعة، يحبون الحيوانات، يحبون الحياة. واو، مرة شي حلو. يلا الحين بدت حصتك، توكلي على الله. وناس أخيرا صرت أستاذة. رعدة، جودي. لا 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 لا. اشتقت لك يا رعدة، مرت سنتين وما شفناك. وأنا اشتقت لكم أكثر، انتوا ذكريات عمري، عشت معاكم أحلى أيامي. والله أحس شوي وأبكي، ما أدري وش فيني، صايرة حساسة مرة. حتى أنا والله لحظات اللقاء صايرة تهيج مشاعري. وش جابك مدرستنا؟ صرت أستاذة في مدرستكم، راح أدرسكم مادة الحياة الاجتماعية. وناسة، صرتي أستاذة في مدرستنا، يعني كل يوم بنشوفك؟ يب، هذه أحلى صدفة. قولي لي صرتي صف كم؟ أنا صف رابع. أنت ومن لما بديتوا القناة وأنتوا صف رابع؟ شو نسوي؟ الزمن متوقف عندنا. أنا الحين عندي حصة في فصل رابع باء. أنا فصل رابع باء. واو، أنا الحين عندي حصة في فصلكم. مرحبا يا بنوتات يا حلوات، أنا أستاذتكم الجديدة رعدة، راح أدرسكم مادة الحياة الاجتماعية. يلا بدينا. اليوم درسنا راح يكون عن أنواع الأشخاص وقت الأكل. أنواع الأشخاص وقت الأكل 10 أنواع. كم عددهم؟ 10. أول نوع السبقي، ثاني نوع اللقمي، ثالث نوع الفقمي، رابع نوع البهمي، خامس نوع النهبي، سادس نوع التبعي، سابع نوع البلطي، ثامن نوع اللكفي، تاسع نوع الجحشي، 10 نوع الكلبي. جودي، ممكن تركزين معاي؟ أستاذة رعدة، أنا قاعدة أكتب المعلومات. ما يحتاج تكتبينها، أصلا موجودة في الكتاب. خلونا نتعرف على أول نوع اللي هو السبقي. مين هو السبقي؟ ما حد فيكم يعرف؟ لذي الدرجة ما عندكم ثقافة اجتماعية؟ أعتقد السبقي هو اللي يسبق الناس على الأكل. أحسنتي أحسنتي أحسنتي. السبقي هو الشخص اللي يسبق الناس على السفرة. اللقمي هو الشخص اللي يكبر اللقمة لدرجة إنه ممكن يخلص الأكل على اللي حوله، فيضطرون يستعجلون في الأكل قبل لا يخلص عليهم الأكل. الفقمي هو اللي ينسدح بعد الأكل زي الفقمة. البهمي هو اللي يقعد ياكل 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 وما يشبع. النهبي هو اللي ينهب لقمتك، يعني مثلا تكونون مجهزين لقمتكم وحاطين عليها الطحينة والسلطة والشطة وفجأة يجرفها عليكم، عينه قوية في النهب. التبعي هو اللي يتبعكم في أي عزيمة تروحون لها. البلطي هو اللي يبلط على السفرة، تلقى الناس كلها قامت إلا هو مبلط قاعد ياكل. اللكفي هو اللي يتلقف بلقماتكم، يقعد يطالعكم انت وكليته وكم لقمة. الجحشي هو اللي يمشي وما يركز لدرجة انه ممكن يدعس على الاكل اللي قدامه. الكلبي هو اللي يعزمك ويستكثر عليك اللقمة، يقعد يحسب كم لقمة كليته وخايف لا تخلصون عليه الاكل. الحمد لله، الحمد لله صرفة. الله، الله لك الحمد. صرفة، أخيرا بنطلع من المدرسة. الحمد لله، أخيرا بنروح البيت، أخيرا بنروح البيت. يما أخيرا صرفة. يما أخيرا صرفة، الحمد لله صرفة، الحمد لله أخيرا بنروح البيت. واو وناسة، بنروح البيت. أوف، يا كره الوقت الصرفة، ليه ما يخلون الدوام 14 ساعة؟ نروح البيت ننام بس ونرجع نداوم. أنا لازم أكلم أستاذة غصون عن هذا الموضوع. ما أبي أروح البيت. الحمد لله صرفة، صرفة، أخيرا بنروح البيت. واو وناسة، بنروح البيت. يما أخيرا صرفة، الحمد لله أخيرا بنروح البيت. واو وناسة، بنروح البيت. الحمد لله أخيرا بنروح البيت.
وش ذا؟ مرة أبوي تأخر شوي ويدخل المغرب وللحين ما جاء. الطلاب كلهم راحوا ما عاد بقى أحد غيرنا حنا والحارس. غريب، مو من عادة أبوي يتأخر علينا كذا. انتوا متى بتروحون؟ خلاص تأخر الوقت، شوي ويدخل المغرب نبي نقفل المدرسة ونرجع بيوتنا. شو نسوي؟ أبوي تأخر علينا. طيب داما يتأخر عليكم كذا لا ما يسجلكم في الباص؟ كنا مسجلين في الباص بس طلعونا منه لأننا ما دفعنا الرسوم. أبوي طلع من الوظيفة صار مو بقادر يسدد أي رسوم إضافية. انتوا للحين ما حد جاي ياخذكم، أخرتونا نبي نرجع البيت. شو نسوي يا أستاذة؟ أبونا تأخر علينا. بتصل على أهلكم أشوف شو السالفة. اتصلت على أبوكم ما رد، اتصلت على أمكم ما ردت، ليكون صار فيهم شيء. أخاف يكون صار عليهم شيء. لا أخاف يكون بيتكم انحرق وماتوا مختنقين. لا تكفين لا تقولين كذا، أخاف على أمي يمه. أو ممكن يكون صار عليهم حادث. أنا أمي وأبوي يحبون يروحون البحر، يمكن راحوا البحر، يمكن سبحوا في البحر وغرقوا. يا أستاذة غصون تعوذي من الشيطان وتفالي بالخير، ارحميهم فضخت قلوبهم. شوفوا حبايبي، هذه كلها مجرد احتمالات، إن شاء الله ما يكون فيهم إلا العافية. بتصل عليهم مرة ثانية إن شاء الله يردون. للأسف ما حد رد، خلاص باخذكم معاي للبيت، يلا طلعوا السيارة. طيب فرضا يا أستاذة أهلنا صار فيهم شيء بتخلينا نعيش عندك؟ ايه تكفين يا أستاذة، خلينا نعيش عندك عشان تسربين لنا أسئلة الاختبارات. أقول لكل حدث حديث، يلا طلعوا السيارة. هاي جات ماما، أخيرا جات ماما. ماما شوفيني أنا زي باز يطير، لابس لبس باز يطير، شكلي زي باز يطير صح يا ماما؟ شكلي مرة زي باز يطير، شكلي نسخة من باز يطير صح يا ماما؟ أنا باز يطير، باز يطير يا ماما، أنا باز يطير صح ماما؟ ايه حبيبي حسون، شكلك نسخة من باز يطير. سوالف، سويت الغداء؟ ياب ماما أنا سوي كبسة مع الأهل وسوي سلطة وسوي تاكوس وتهينة، أكل كله جاهز، يلا نروح حطه فوق طاولة. يعطيك العافية حبيبتي سوالف، ما قصرتي، مرة ميتة جوع، بروح أغير ملابسي وأنزل أكل، والله ما أدري وش كنت بسوي من دونك. أنا سوي كل شيء أنت هب، وحتى أنا سوي هلا بسبوسة، بعدين أنت سوي قهوة وروق. سوالف أنت هنا؟ ذكريات والله. أنت زودي وأبودي، أنت للهين باتشا ما في إكبار. شو نسوي؟ الزمن متوقف عندنا، مو بقادرين نكبر ولا نتطور، محلك سر. كيف ماما عند بابا؟ والله الحمد لله بخير. كيف بابا سلطان؟ أنا أتذكر سوي سهروا لي سلطان. ايه ما نسينا، سويتي لبونا سحر نكبت عيشتنا، الله لا يوفقك، اليوم ذا وحنا منكوبين، كل ما انقبل ابوي في وظيفة انطرد منها. جبت ورد للورد، شكرا ما قصرت. ضابط ساهر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هذول وش جابهم هنا؟ ما حد من أهلهم جاي أخذهم، اضطريت أقفل المدرسة وأخذهم معاي. وين أهلهم؟ الله أعلم وش صار فيهم، اتصل ما حد يرد علي. حركات ضابط ساهر، جايب باقة ورد، طلعت رومانسي من ورانا. روتين سوالف، أنا زوانة مرة لازم قوم سوي فتور. أنا اللي نسوي لفائف بيض، أنا مرة أحب لفائف بيض. سوي بيضة واحد، سوي بيضة اثنين، سوي بيضة ثلاثة، سوي بيضة أربعة، سوي بيضة خمسة، سوي بيضة ستة، سوي بيضة سبعة، سوي بيضة 8،
سوي بدا 9، سوي بدا 10، سوي بدا 11، سوي بدا 12، سوي بدا 13، سوي بدا 14، سوي بدا 15. يامي يامي، أنا الحين أكل لفائف بيض مرة لذيذ. أنا الحين اسقي ورد، مرة ماما قصون هب ورد، والله مو لايق عليها رومانسية. أنا جوعانة، أنا أحس إني جوعانة، لازم أروح أسوي أكل. هذا كرتون برجر في 12 هبة برجر، مرة قليل. سوي برجر 1، سوي برجر 2، سوي برجر 3، سوي برجر 4، سوي برجر 5، سوي برجر 6، سوي برجر 7، سوي برجر 8، سوي برجر 9، سوي برجر 10، سوي برجر 11، سوي برجر 12. يمي مرة حلو. شدت القافلة وشد خلي معهم واصبحوا بالفريش، يا ليت عيني تراهم، يا محمد سعيد يا ابو مشالي دقاقة. حسون ممكن ما يدقس فوق راسنا عشان أنا بعدين أسب، بعدين سوي جريمة، بعدين ماما إزعال. تبين تسوين فيني جريمة؟ إذا تبين تسوين فيني جريمة والله ما سامحك، رح أدعي عليك. أنا جوعانة، لازم سوي سناك. هذا نقت في 20 هبة، مرة قليل. أبغى أكل، مرة جوعان. خلاص رو ما في أكل، بعدين ماما يجي، بعدين أنت ياكل مع ماما، مالي دخل، أنا مرة جوعان، خليني أكل معاك. أكل أنا مرة قليل، ما في أكل معايا. وين قليل؟ معاك 20 سندوتشة، خليني أكل سندوتشة واحدة بس. أوف خلاص، ولا بعدين قوم اضرب أنت. وقت العشاء. حسون ليه مو قاعد تاكل؟ ما أبي كبسة، أنا أبي سندوتش بيض. يلا بقوم أسوي لك سندوتش بيض. من جد يا ماما، أنت أحلى ماما. وين البيض؟ أنا قبل أمس مشترية طبق بيض، وين راح؟ سوالف كلت كل شيء. من جد هذي؟ طيب بسوي لك برجر حبيبي. وش ذا؟ حتى البرجر مو موجود؟ سوالف بلعت الأخضر واليابس يمه. طيب بسوي لك نجت. وش ذا؟ حتى النجت مو موجود؟ أنا قبل أمس مشترية كرتونين نجت. سوالف كلت النجت كله، ولا خلتني آكل معاها، ولا عطتني حتى حبة واحدة. الله أكبر عليك يا سوالف.